السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا جماعة حد يقول لي أنا نسيت التصوير والّا نسيت الكلام والّا نسيت إيه بالضبط. عايزة أقول لكم إن أنا كل شوية أبدأ أصوّر الفيديو، وبعد كده دقيقة تقريبًا تعدّي من الفيديو والاقي نفسي باقفل وأقول لأ، أنا حاسة إن أنا نسيت المقدمة أو نسيت إن أنا إزاي باتكلم في الفيديوهات. ف ادعوا لي كده إن شاء الله إن أنا إيه، ربنا كده يثبّتني كده وأعرف أقول طبعًا إن شاء الله. أنتم بتدعوا لي أكيد على طول، وإن شاء الله يعني هتسمعوا الفيديو ده أكيد بعد ما أكون خلّصت التصوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أموراتي الحلوين، يا رب تكونوا جميعًا بخير. إن شاء الله طبعًا دعواتكم لينا جميعًا ولولادنا ربنا ينجّحهم ويوفقهم يا رب ويرزقهم العلم النافع والعمل الصالح والصحبة الصالحة، اللهم آمين يا رب العالمين. كنت غايبة عنكم معلش يعني اعذروني عشان الامتحانات طبعًا. والأولوية أكيد طبعًا للولاد، ربنا يبارك فيهم جميعًا. فالنهارده بقى إن شاء الله جاية لِك بأفكار في ميزانية عيد الأضحى، أفكار أساسية وخلّي بالِك اوعي تنسي حاجة، اعملي حساب كل حاجة. كل واحد طبعًا بيبقى على حسب برضه ميزانية بيته، وفي حاجات هتبقى فيها اختلافات، بس أنا حاولت إن أنا أخلّي الأساسيات هي اللي أكتبها، عشان ما حدش ينسى حاجة تكون أساسية معاكِ في ميزانية عيد الأضحى. طيب بُصّوا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا قسّمت يا بنات الميزانية ل4 بنود. عندنا ملابس العيد تمام، والأكل إن شاء الله اللي طبعًا هيقضّينا بأمر الله خلال أيام العيد، والخزين تمام، وضيافة العيد. طيب هنتصرّف إزاي في البنود دي؟ بالنسبة لملابس العيد، طبعًا إحنا كلّنا عارفين إن العيد الكبير يعني بيبقى غالبًا مش بنجيب لبس كتير، لإن بيكون عندنا أصلًا لسه لبس جديد من العيد الصغير. أنا عارفة إن المشكلة السنة دي العيد الصغير جِه يعني خريفي شوية، كان اللبس يعني شتوي أكتر، لكن العيد الكبير جاي طبعًا في الصيف، فهنضطر ممكن إن إحنا نجيب حاجات نضبّط بيها الطقم بتاعنا. يعني أنا بالنسبة لي ممكن مثلًا هاجيب تيشيرتات جديدة للولاد يعني. أمّا بالنسبة للبناطيل مثلًا بناطيل الجينز هتبقى ماشية معايا صيف وشتا، فمثلًا هتجيبي ممكن تعملي الفكرة دي، يبقى ده كده برضه أنتِ ضبّطتِ اللبس بشكل برضه فيه يعني وفْر وفي نفس الوقت جددتِ برضه. بالنسبة لي ممكن أجيب طرحة جديدة، ممكن ما أجيبش خالص، لإن أنا كنت لسه جايبة طُرح جديدة، فهاشوف كده على حسب أو شنطة جديدة أو جزمة جديدة، يعني أي حاجة من الحاجات دي ممكن تجددي بيها في الطقم ويبان إن هو جديد. يعني دايمًا أنا باقول مش شرط الطقم اللي أنا بالبسه يكون جديد، قد ما أنا ممكن أجدد في حاجة واحدة بس في الطقم بتاعي كله، فيبان للناس إن هو جديد. يعني فاهمين قصدي؟ يبان للناس إن هو جديد بإنِّك تجددي في بند واحد بس، في لون الطرحة أو في لون الشنطة أو في لون الجزمة كده يعني. طيب، فإحنا ممكن نجدد في طقم العيد الصغير، ده بالنسبة لفكرة إزاي نضبّط لبس العيد. طيب ندخل على الأكل، الأكل هنضبّطه إزاي؟ إحنا طبعًا عندنا إن شاء الله لحوم أو أُضحية، فطبعًا إن شاء الله اللي هيعمل الأُضحية ربنا يتقبّل منهم يا رب جميعًا يا رب العالمين، ويجعله في ميزان حسناتهم. وبالنسبة طبعًا للي مش هيضحّي، فهيبقى عامل حساب بند اللحوم. طيب هنيجي بعد كده بقى بالنسبة لأساسيات أكل العيد. لازم إحنا عندنا طبعًا فطار وغدا وعشا، هنحتاج طبعًا يبقى عندنا إزازة خَل، بس خلّوا بالكم بقى من الحتّة دي، خَل أبيض لازم يكون مكتوب عليه يا جماعة 5%. اوعوا تروحوا تجيبوا بالغلط اللي هو إزازة الخَل بتاعة غسيل الخضروات والفاكهة وكده، تمام. لأ، لازم يكون خَل قصب طبيعي تمام، مكتوب عليه 5%. لمّا تلاقي تقري عليه كلمة 5% خَل أبيض 5%، يبقى هو ده الخَل بتاع الأكل، تمام كده، بيبقى الإزازة حوالي 20 جنيه. طيب رقاق أو جلاش، في ناس هتعمل برقاق وفي ناس هتعمل بجلاش. أنا عن نفسي مامتي قالت لي إن هي مش ناوية تجيب رقاق لإن لقيته سعره عالي أوي السنة دي، فبتقول لي أنا شايفة إنه حتى يعني هي كانت بتقولها لي فكرة لمتابعيني، فأنا أهو ما حبيتش طبعًا إن أنا أبخل عليكم، ممكن إن إحنا نعمل الجلاش بديل للرقاق. أنا بالنسبة لي أنا ممكن أجيب رقاق، لإن أنا باعشق طعم الرقاق، بس لو الميزانية معاكِ هتخرّم مش ضابطة، خلاص ممكن تستبدلي الرقاق لإنه فعلًا غالي شوية عشان الموسم بتاعه بالجلاش، تمام. طيب ممكن تجيبي فطير، دي فكرة عشان الفطار، تجيبي كام فطيرة كده وليكن مثلًا 10 فطاير، وتكيّسيهم كده وتشيليهم في الفريزر، زي ما بنشيل يا جماعة العيش كده في الفريزر، تطلّعيه بقى على يفُك كده بس كده قيمة نُص ساعة، وبعد كده تبدئي تسخّنيه، بيبقى جميل جدًا، بيبقى كإنه لسه جاي طازة.
طيب بالنسبة الحاجات برضو أساسيات إن شاء الله معانا لأكل العيد، هنحتاج أكيد طماطم وبطاطس عشان طبعا الصلصة والأكل والطبيخ وكده، بطاطس برضو عشان الفطار، عشان العشاء الكلام ده. هتحتاجي فلفل وليمون، تمام، عشان طبعا وانت بتعصجي اللحمة المفرومة فهنحتاج فلفل وليمون طبعا علشان الشربات والحاجات دي كلها والفتة والكلام ده كله، وفي حاجات كتير ممكن تستخدمي فيها الليمون، تمام كده، والسلطات والكلام ده. طيب بصل وتوم. فانا بالنسبه لي التوم انا كده كده فرماه ساعه الموسم بتاعه. هجيب بس بصل خزين كويس ان شاء الله. البيض طبعا ما ننساهوش، البيض اساسي معانا. تمام، هتجيبي لك بقى على حسب استهلاك بيتك كرتونه او كرتونتين، هتعملي حساب كده ان شاء الله ايه فتره العيد. طيب الزيتون المخلي ده يا جماعه انا ضفته ليه هقول لكم. الزيتون المخلي علشان طبعا هنستخدم منه ان شاء الله للبيتزا، او للبيتزات اللي هي المعجنات، اللي هي ممكن تفيدك في الفطار والعشاء، تمام، او يعني عندك اطفال وكده، فبتبقى حلوه قوي الافكار دي في الاعياد وفي ايام الاجازات والحاجات دي. طيب لبن سايب، هتجيبي بقى نوع اللبن اللي بتحبيه، لبن سايب او بودره او معلب. يعني انا حاطه لكم 3 افكار، في ناس بتحب اللبن السايب، في ناس بتحب اللبن البودره بتعتمد عليه في كل اكلاتها وبتعتمد عليه في مشروباتها، وفي ناس بتحب اللبن المعلب. فهتختاري بقى النوع اللي اسرتك بتحبه وتجيبي منه، تمام. تعملي حساب طبعا ايه فتره العيد من الفطار زي ما قلت لك، والصواني بقى والحاجات دي كلها والحلويات. فلازم تعملي حساب برضو ايه ان إيه لو المحلات حواليكي اجازه والكلام ده. طيب كاتشب، هنحتاج كاتشب طبعا عشان البطاطس والحاجات دي كلها للولاد. عيش طبعا ده اكيد ان شاء الله عشان الفتة بقى والغموس بقى والحاجات دي. هنحتاج جبنة وحلاوة برضو عشان امور الفطار والعشاء. هنحتاج عسل وطحينة برضو عشان طبعا حاجة قيمة غذائية، وفي نفس الوقت هتساعدك قوي في اكل الولاد يعني بطريقة سريعة. العسل والطحينة والجبنة والحلاوة، الحاجات دي من المستلزمات بالنسبة لي الأساسية في البيت. ندخل على الخزين، طبعا هنكتر من الرز، هيبقى رز اكتر، هتبقى مكرونه اقل شويه. الدقيق هنجيب، هتعملي حسابك في الدقيق عشان زي ما اتفقنا هنعمل معجنات. الملح، التوابل، البهارات، السكر، الزيت، السمنه، الشعريه، لسان العصفور، طبعا لزوم انك تعملي شوربه لسان عصفور. النشا عشان لو حبيتي تعملي شويه مهلبيه كده للولاد او اي اكله محتاجه نشا. اكياس بيكنج باودر وخميره فوريه وفانيليا. سباكيتي رفيعه عشان هنعمل اندومي في البيت، وهسيب لكم ان شاء الله في الشاشات النهايه طريقه الاندومي في البيت. ضيافة العيد طبعا فاكهة وعصير وفشار وترمس وبونبوني للأطفال وجيلي وشاي وقهوة ونسكافيه. اللي حابب ياخد